من الأفكار اللي عمري ما اقتنعت بيها أبدا هي فكرة إن كل واحد فينا ليه في الدنيا دي 24 قيراط، وكلنا زي بعض بس مختلفين في التقسيم. يعني مثلا في ناس واخدهم شوية صحة وشوية فلوس وشوية راحة بال، وناس تانية واخدهم شوية أطفال وشوية نجاح وشوية جمال كده يعني. المهم الفكرة دي عمرها ما دخلت عقلي خالص، لأن الواقع ما بيقولش كده. لأن بالفعل لو بصينا حوالينا هنلاقي تقسيم الأرزاق مش كده خالص. يعني في ناس معاها فلوس وعندها أطفال ومحترمين وصحتهم كويسة ومشاكلهم زي أي مشاكل في المجتمع، وفي المقابل تلاقي ناس مش لاقية تاكل ولا حتى تأكل عيالها، وما يمتلكوش حتى الصحة. وما تقوليش يمتلكوا راحة البال والسعادة، لأن أولا مفيش راحة بال أبدا وانت مفيش معاك حق علاج ابنك ونايم ومش عارف بكرة هتجيب لهم أكل منين. ثانيا مين اللي قالك إن الغني ما بيمتلكش راحة البال والسعادة؟ لأن لو فكرنا شوية هنلاقي عادي في فقير محروم من الأطفال، وغني محروم من الصحة، وفقير محروم من راحة البال، وغني محروم من السعادة، وفقير يمتلك الستر، وغني يمتلك حب الناس. فعادي. فنلاقي ناس معاها 18 قيراط، وناس معاها 5، وناس معاها 14، وناس معاها 12. جبنا منين بقى فكرة ال 24 قيراط دي؟ أعتقد إن الفكرة دي اخترعها أغنياء المجتمع عشان يهدوا بيها الفقراء، أو اخترعها الشيوخ عشان يحققوا توازن نفسي عند الناس. طيب يبقى هنا في سؤال يطرح نفسه: أين العدل؟ مفيش شك طبعا إن ربنا هو العدل المطلق، يعني مستحيل يظلم عبد من عباده. لكن مين أصلا قال برضو إن الدنيا دي دار العدل؟ مين قال إن الفرص متكافئة والأرزاق متكافئة والنعم متكافئة والابتلاءات متكافئة؟ مين اللي قال كده؟ أعتقد إن العدل بيتحقق لو اتكلمنا في حياة الإنسان عامة، يعني دنيا وآخرة. يعني ال 24 قيراط دي لو هنتجاوز ونستخدم التعبير ده هيكونوا دنيا وآخرة، وبرضه ده مقدار ربنا وحده اللي يعلمه، يدي اللي هو عايزه ويحرم اللي هو عايزه سواء دنيا أو آخرة. لكن فكرة ال 24 قيراط دي لو صح يبقى الغني ما يساعدش الفقير، لأن الفقير كمان معاه ال 24 قيراط. فالغني لو ادى فلوس للفقير كأنه بيعترض على تقسيمة الأرزاق والعدل، وخصوصا إنه مش هياخد في المقابل مثلا قيراط صحة من الفقير. ولا هو ال 24 قيراط في الوقت ده بيتحسب فلوس بس؟ مش كده خالص. اللي أقصده إن بدل ما نقعد نحط إيدينا على خدنا ونقول كل واخد 24 قيراط، لا، المفروض يكون في تكافل من اللي معاه على قد ما يقدر، وسعي حقيقي من اللي مش معاه على قد ما يقدر. وما نعلقش خيبتنا على شماعة الرضا، لأن الرضا الحقيقي مش إنك تخلف 5 عيال وتعيش مش عارف تأكلهم وتقول ده رضا وكله برزقه، ولما ابنك بيجي برزقه بتشغله عشان يساعدك ليه؟ يا جماعة مفيش حاجة اسمها 24 قيراط. الناس في المجاعات مثلا واخدين ايه من ال 24 قيراط؟ وتساويهم ازاي بالناس اللي ساكنة قصور وفلل واصحاب الملايين؟ اكيد كل شخص اتحرم من نعمة ليه قدر عند ربنا، وهو وحده اللي عارف ازاي يعوضه، سواء كان غني او كان فقير، لان هو وحده اللي معاه كل قيراط عدل، وهو وحده صاحب المن والمنع، وما نمتلكش الا الرحمة والتكافل والسعي والرضا. والكلام ده طبعا من وجهة نظري، وجايز انت كمان تتفق معايا او تختلف، ده طبعا من حقك. ودمتم بخير.